صباح الخير، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ بعمل ملوخيه. قبل اي حاجه دوسي لايك عشان ما تنسيش. الملوخيه الخضراء طبعا هي موجوده دلوقتي في السوق. جميله قوي، يعملوها بقى لانها بتبقى طازه احلى من وهي بتبقى في الفريزر متخزنه. الوقت اللي مبيبقاش فيه ملوخيه خضراء بستخدم اللي هي بتبقى جاهزه متفرزه بره دي، وساعات بفرزها في البيت، بس الصراحه بتبقى سمره ما بتبقاش حلوه. فطبعا ان احنا موسم الملوخيه دلوقتي وانها متواجده في السوق، فانا بعت حد جابها وقلت ان انا هعمل النهارده ملوخيه، هعملها على شوربه اللحمه، على لحمه، فبتبقى جميله قوي قوي. على فكره انا لاحظت ان اي خضار طازه احلى بكتير من الخضار المتفرز. ثواني يا ابني، الخضار الطازه احسن بكتير من الخضار المتفرز. جربتها في كل حاجه، في الكوسه، في الفاصوليا الخضراء، في البسله، في الملوخيه، في اي حاجه. يا جماعه صدقوني الخضار الطازه احسن من الخضار المتفرز. طب هتقولوا لي بيبقى فيه وقت ما فيهوش الخضار اللي احنا عايزينه. طب ما هو مثلا الوقت ما فيهوش الخضار اللي انتوا عايزينه، في خضار تاني، في انواع تانيه. ليه تربطوا نفسكم جنب الخضار ده؟ فاهمين؟ انا كنت بفرز كل حاجه، صدقوني بقيت اسيبها في الفريزر زي ما هي واشتري طازه. يعني مثلا كوسه، الملوخيه مش عارفه ليه بتسود كده في الفريزر، مع اني بعملها في شوربه، بلفها في شويه شوربه واحطها في اكياس كده نضيفه في الفريزر، بس مش عارفه. بس انا جه عليا وقت كرهت اي خضار متفرز، بقيت دايما اجيب كل حاجه طازه بطازه. فالايام دي لقيت مزاجي كده رايح للملوخيه الخضراء، بس انا عايزه اعملها طازه مش اللي في الفريزر. فبعت جبت ملوخيه خضراء وهعملها، وهعمل عليها لحمه ورز، عشان بحب اعملها بشوربه اللحمه، بتبقى لذيذه وطعمه جدا. جربوا الحاجات الطازه، بتبقى صحيه اكتر، حتى ما بتفقدش القيمه بتاعتها، بتبقى محتفظه بالقيمه الغذائيه بتاعتها زي ما هي الحاجه الطازه. انا بحس الحاجه لما بتتحط في الفريزر بتفقد قيمتها الغذائيه، معرفش ليه، بس انا بحس بكده. جربوها هتعجبكم قوي الملوخيه الخضراء ديت يا جماعه. العشق عندي. انا كنت بحب كل خضار طازه، اللي في المتفرز ما كنتش بطلعه ولا بستخدمه. كل موسم اذا كان شتاء او صيف فيه الخضار الخاص بيه، فانت ما تربطوش نفسك جنب حاجه معينه، خدي الخضار الطازه الموسم بالموسم. يعني فاهمين؟ يعني مثلا احنا دلوقتي في موسم الملوخيه والباميه والحاجات دي. انا لسه ما جبتش الباميه الصراحه، انا مخزنها في الفريزر، بس مش حابه اعملها في الفريزر، انا عايزه اعملها صبحه، لسه جايباها واقوم عاملاها. فانا بقطف الملوخيه دلوقتي. يلا وتنشطي انت كمان واعمليها. والاكل الصحي في البيت يا جماعه مفيش احسن منه، مغذي وحلو. يعني دلوقتي عايزه اقوم اشوف اللحمه الفور على البوتاجاز، هاخدكم معايا. خدتكم معايا المطبخ، حاطه اللحمه على النار. فدخلت ابص عليها علشان بس لا تفور وتبهدل البوتاجاز. تعالوا اقول لكم بقى حاجه على اللحمه. في ناس كتير تقول انا ما بغسلش اللحمه عشان ما تفقدش قيمتها وبطبخها على طول. ازاي؟ انا عن نفسي مش عارفه اذا كانت هتفقد قيمتها ولا لا، بس انا ما اعرفش اطبخها كده. انا لازم اجيب اللحمه واقطعها وانقعها زي ما بنقع الفراخ، في محلول ميه ملح خل ليمون، ده لازم. بتنزل بقى الدم اللي فيها، وطبعا بتبقى متعلقه، ما تعرفيش كان مغطيها ولا لا، عليها دبان ولا لا. انا بتقرف، فانا زيت الضمان ان انا لازم اغسلها زي ما بغسل الفراخ البيضه وبنقعها. انا كمان بعمل معايا اللحمه كده. معرفش يا جماعه، انا لازم اغسل اللحمه. سوري بقى، هتقولوا بتفقد قيمتها الغذائيه يا دودو ومش عارف ايه، انا معرفش، لازم اغسلها حتى مكان ايد الجزار، يعني فاهمين؟ لازم تتغسل. فانا نقعتها كويس وغسلتها ونزلت الدم منها وكل حاجه، وغسلتها تاني بالميه وبسلقها اهو. تعالوا بقى نروح نكمل الملوخيه مع بعض، واحنا مش هنفضل واقفين جنب اللحمه، احنا يومنا طويل ولسه هنعمل الملوخيه ونخرطها. وعلى فكره انا بعمل ملوخيه في الكبه. ناس هتقولي هتبوظ وتبقى وحشه خالص، انا ما بعملهاش غير في الكبه. بقطفها واغسلها كويس واسيبها كده تنشف شويه، وباخدها على الكبه بفرمها،
بتبقى اطعم من المخرطه وبتبقى زي المخرطه بالظبط. تمام، تعالوا بقى نكمل كلامنا واحنا بنعمل ايه الملوخيه. جينا بقى عشان نكمل الملوخيه. على فكره ما بتاخدش وقت خالص يا جماعه، ممكن يكون تقطيفها بياخد وقت بس بتبقى حاجه مسليه. صباح الخير يا رحمن. بتبقى حاجه مسليه وبتبقى بسرعه، فاهمين؟ اعملوها يا جماعه طازه جميله. اي خضار اعملوه طازه وجربوه، جربوا اللي في الفريزر وجربوا الطازه، هتلاقوا الطازه ليه طعمه احلى بكتير. يعني انا اقتنعت بالحكايه دي بعد ما جربت. الملوخيه طلعها متغيره مسمره شويه، مع اني بفرزها سليم وبحطها في شوربه، بلفها في شوربه كده واحطها في اكياس في الفريزر بطلعها على الاكل. الكوسه بلاقيها نازله ميه. الفاصوليا الخضراء بلاقي لونها غمق شويه. فانا بقيت احب اعمل خضار طازه. الخضار اللي موجود في السوق طازه بجيبه وبعمله. انا قلت اعمل لكم فيديو بسيط واقول لكم انا بعمل ايه النهارده. هعمل ملوخيه ولحمه ورز، وان شاء الله لما اخلص الاكل هصوره لكم. يعني يا رب اعرف اصوره بقى، ما بقاش انشغلت بقى في جو بقى تحضير تجهيز الغدا والباقي اللي في الحوض والمطبخ اللي عايز يتنضف بعد الطبيخ يعني كده ماشي. ما تنسوش بقى اللايك، ولو اول مره تشوفوا الفيديو بتاعي اعملوا اشتراك في القناه، وهاتوا ملوخيه من السوق موجوده دلوقتي طازه واعملوها وهتعجبكم قوي، واعملوها في الكبه. روعه روعه روعه. باي باي.